شيكابالا هرب من الزمالك لما اتهموا كمال درويش انه خد عموله، وانا كنت مختلف مع كمال درويش، قلت يا جماعه كمال درويش نام سحل هربان راح باوك. ده الهروب الاولاني. ثم هرب من نادي باوك للزمالك، ثم هرب من الزمالك للنادي الاهلي، وكلنا عارفين القصه. ثم اغروه بفلوس، ما جاش من الاهلي عشان حاجه، عشان الفلوس. ثم هرب من الاهلي من الزمالك لاندرلخت. معقول رحله هروب في 3 4 سنين؟ شيكابالا هرب من باوك. شيكابالا الزمالك جاب لعيب هو اساسا هرب منه وراح باوك، وبعد كده بعد ما راح هرب من باوك ورجع له، وبعد كده اما رجع له مضى للاهلي، وبعد كده ما مضى للاهلي راح مضى للزمالك، وبعد كده لعب. احنا بنرسخ يعني مبادئ يعني واهيه. النادي الاهلي بس اللي في مصر اللي فاضل، كان في سمعنا طلائع الجيش وطلائع الجيش داخل في الموضوع، بس الاهلي حسم الصفقه، وانت خلاص مضيت مع الاهلي عقد نهائي لمده قد ايه؟ وبقيمه ماليه اللي هي 600,000 يورو. خلاص هم المفروض عايزين يدفعوا 600,000 يورو للنادي، بس لحد دلوقتي ما اعرفش هيدفعوا كام بقى بعد ما ودينا الورق للفيفا. ما اعرفش هندفع قد ايه، بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني.